ده اسوأ عصير قصب في كفر الشيخ. ازيكم؟ بما اننا بقينا في الصيف خلاص وداخلين على الصيف وكل واحد لازم بيحب يطرى على قلبه بكوبايه عصير قصب، فقررت بما اني في كفر الشيخ اعمل لكم اسوأ عصير قصب في كفر الشيخ ما تدفعش فيه فلوسك. يلا مع بعض النهارده هنعمل مقارنه ما بين ثلاثه: الرشيدي، الاسمر، الصعيدي العلامي. دلوقتي يا جماعه احنا جبنا عصير من عند عصير الاسمر، ده من اقدم الناس في كفر الشيخ، يعني هندوق مع بعض. ده كوبايه ب 15، فاحنا هنمشي مع الكل، هنجيب كوبايات اللي هي من ام 15. الاسعار 10 و15 عند الاسمر. لا حلو، هو مسكر وخفيف مش تقيل، يعني اللي هو لذيذ حلو مش وحش. ماشي، شوف اللي بعده. طيب بص بقى يا حب، احنا هنا بالظبط كده العادي اللي بيحصل معانا كل مرة ان المايك فصل، او بمعنى اصح ان احنا سجلنا ونسينا نشغل المايك وطلع من غير صوت. بس باختصار انا كنت هنا بقول ان الرشيدي العصير بتاعه طعمه جميل ومش ساقع قوي ولا بارد قوي، اللي هو تشربه كويس قوي ومسكر بطريقة جميلة جدا. وشوفوا بقية الفيديو عشان تعرفوا رأيي ومين احسن واحد ومين اسوأ واحد فيهم. ماشي. تالت واحد معانا يا جماعة هو الصعيدي العالمي، من أحسن الناس ولسه فاتح قريب، مش قديم قوي بس يعني هو قديم ولا جديد، بقاله فترة حلوة بس مسمع جامد في كفر الشيخ. تعالوا ندوق مع بعض. زي ما انتم شايفين ده 15 وأكبر من بتاع الأسمر، والعصير اللي أنا شايفه هنا فاتح شوية من التانيين. هندوق. أكتر حاجة ما كنتش متخيلها. أحب أقول لكم إن ده أسوأ عصير في كفر الشيخ. أنا كنت بصراحة كنت فاكر الأسمر والله هيطلع وحش. تعالوا نجيبهم بالترتيب من الأسوأ للأحسن شوية للأحسن خالص. أسوأ واحد هو الصعيدي، عبارة عن مية ساقعة، مية ساقعة مفيش أي حاجة خالص. اللي بعد منه على طول الأسمر، وأحسن واحد فيهم هو الرشيدي. خد اشرب، ده مش هشرب بقى. لا يا عم مش هتشربش.